في واحد اسمه أحمد، راجل في صحة جيدة، بس فجأة بدأ يحس بالإرهاق والتعب. خاف وراح للدكتور، ولما عمل تحاليل اكتشف عنده نقص حاد في فيتامين د. الحكاية مش بس عند أحمد، في مليون واحد بيشكو من الأعراض دي، من أول إحساس بالكسل والعظام مش قادرة تتحمل، لحد تساقط الشعر وكآبة غير مبررة. الدكاترة بيقولوا إن نقص فيتامين د ممكن يسبب ألم في العظام والمفاصل وكمان مشاكل في المناعة. ومش بس كده، دراسات جديدة بتقول إن نقص فيتامين د يمكن يرفع فرص الإصابة بأمراض مزمنة زي السكري وأمراض القلب. في عالم مليان شمس، بنعاني من نقص فيتامين د. في حدود 80% من الناس مش بياخدوا كفايتهم. إذا كنت بتحس بأي من الأعراض دي، يبقى لازم تشوف دكتور وتعمل تحاليل. الحفاظ على مستوى مناسب من فيتامين د مش بس مهم لجسمك، لكن كمان لصحتك النفسية. لازم تحافظ على صحتك، لأن الطاقة والحيوية ممكن يكونوا على بعد خطوة واحدة بس عنك.